السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أغلى متتبعين، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم كيف العادة في صحة جيدة. اليوم حريشات غزالين روعة. غادي تشوفوا معايا المقادير ساهلين، مقادير ما كتيراش، والكمية تبارك الله كيخرجوا كمية كبيرة. عندنا بيضة واحدة، غنديروا واحد القبيصة ديال الملحة كيف العادة لتصحيح الذوق، نديروا نص كأس ديال السكر. الكاس باش غنعبروا الزيت غنعبروا به السكر، غنعبروا به الحليب نفس الكاس. بغيتو تستعملوا كاس ديال العنبه ديروه. عندنا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر كنخدموهم مع بيضه ومع قبيصه ديال الملحه. وهنايا عندي كاس ديال الحليب بارد. غادي ناخذ واحد الساشي ديال القهوه سريعه الذوبان. صدقوني كيجيو فنين، كيجيو غزالين وهشاشين، كيذوبوا في الفم. هنايا غادي ندير ساشي ديال الكاكاو. غادي نحتاجو في الحقيقة جوج ساشيات ديال الكاكاو، واخا تشوفوني دابا زدت وحدة، من بعد غادي نزيد ان شاء الله وحدة اخرى. عندي 14 غرام. غادي ناخدو 5 ملاعق كبيرة ديال الكوك، وغنخلطو هاد الخليط مزيان حتى كينسجم لينا. غادي نحتاجو للسميد، السميدة باش كنديرو الحرشة. غادي نحتاجو كأس ونصف. نتوما عينيكم ميزانكم على حساب النوعية ديال البيض، واش كبير ولا صغير، وعلى حساب السميده والكوك ديالكم واش كيشربوا ولا لا. الا شفتوا العجين ديالكم بقى خفيف، زيدوا ليه واحد، ديروا نتوما خصكم تحضروا جوج كيسان ديال السميده وعينيكم ميزانكم، حيت ملي غنخليو الخليط يرتاح خصو يشرب لينا. الا لقيتوه باقي جاري ما تقدروش تحكموا فيه، كتضيفوا داك نص كاس اللي بقى لكم تدريجيا، كتحصلوا على واحد العجينه اللي غتقدروا تخدموا بها في يديكم. غنحتاجوا 16 غرام ديال الخميره د الحلويات. غنخلطوا عاوتاني الخليط مزيان. وهنايا انا غادي نضيف داك الشوكولاته الفيرميسيل. غادي ندير واحد 2 معالق كبار حتى ل3 د المعالق كبار، كتبقى اختياريه. نقدروا نديروا حبيبات ديال الشكلاط الا بغينا. انا قلت لكم قبيله غادي نزيد الكاكاو، هنا غادي نزيد واحد الخنيشه. صافي، طريقه سهله وسريعه في التحضير ولذيذه. كي قلت لكم كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. صافي، هنا غنضيف الفيرميسيل، غادي نخلط وغادي نخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ونرجعوا ليها. في الصباح ملي تفيقوا بحال هكا تخلطوها وخلوها ترتاح. سيروا قضوا شغالكم، ديروا شي حاجه اخرى. عاد كنرجعوا للعجين ديالنا، كنسخنوا من بعد الفران على 200 درجه وغنبداو نشكلوه. من بعد ما وجدنا الخليط ديالنا كناخدوه، كنديروا واحد الزليفه فيها شويه ديال السميده، واحد الزليفه فيها شويه ديال الكوك، وكناخدوا هذاك القريصات وكنفندوهم. ديروا كويورات يكونوا شويه كبار باش يجي هكا، تجي حريشه زوينه كبيره، ما ديرهمش صغيورين. صافي، وكندويو كندوروه في السميده وفي الكوك، وكندردروا عليهم واحد شويه ديال الكوك من الفوق، وكنحطوها في الطاوة ديالنا وكنبقاو نكملوا الكمية ديالنا كاملة. وغادي نتلاقاو من بعد باش نهضر لكم على الطياب.
صافي كنكملوا الكمية ديالنا كاملة، كنشعلوا الفران على كي قلت لكم يسخن مزيان على 200 درجة، كنديروا الصينية ديالنا تكون قريبة بلوس للفوق حتى كيتفقعوا لينا الحريشات ديالنا، وكنزلوهم الوسط ديال الفران، كنقصوا البوطة كنديروها في 180 درجة، وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم. إلا كانت عندكم المروحة كتشعلوها وكتخليوهم يطيبوا على 180 درجة، من بعد ما كتحطوهم في الفوق تيتفقعوا لكم كترجعوهم كديروا المروحة وكتخليوهم يطيبوا على 180 درجة. إلا هزيتوهم ملي كدوز واحد المدة باش تقلبوهم، راه ملي كتقلبوها كتبان لكم هكا السميدة بدات عطات واحد التحميرة من التحت، كيكونوا واجدين وإن شاء الله تجربوهم وغادي يعجبوكم. غادي نوريكم أنايا الشكل ديالهم ملي غادي نحلوهم، كيجيو هشاشين ولذاذين. ما تمشيو فين، بقاو حتى لنهاية الفيديو. ما تنساونيش من البصمة ديالكم، واحد اللايك إلا عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء. كي كنقول لكم قناة مبتدئة محتاجة للدعم ديالكم واللايكات ديالكم. حفظكم الله ورعاكم، دمتم في رعاية الرحمن، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.